لما تتكلم عن لاعب ينافس أفضل لاعبي رأس الحربة في مراكزهم عبر التاريخ، وينافس أيضا أفضل لاعبي الوسط عبر التاريخ في مراكزهم، لما تتكلم عن الرجل الأكثر تهديفا كمعدل تهديفي عبر التاريخ، والأكثر صناعة للأهداف أيضا عبر التاريخ، لما تتكلم عن اللاعب الأكثر استمرارية في التاريخ وحفاظا على المستوى، أنت تتكلم عن لاعب واحد هو ليو ميسي. ليونيل ميسي برأيي الشخصي المتواضع وآراء ملايين حول العالم من خبراء ومحللين وفي مجال كرة القدم، هم كلهم يتفقوا بأنه الأفضل عبر التاريخ بلا منازع، وحتى أنه بينه وبين الثاني أميال ضوئية. لما أتكلم عن ليو ميسي فأعتقد بأن الكلام مهما كبر ومهما عظم فلا يعد من التطبيل، ولا يعد من وصف ما لا يستحق. ليو ميسي هو الرجل الأكمل في كل الرياضات عبر كل تاريخ كل الرياضات، ليست كرة القدم فقط. فبالتالي برأيي الشخصي المتواضع، كأس العالم وغير كأس العالم لا يضيف له شيء. هو صحيح بأنه قد يكون القطعة الناقصة في ألقابه الإعجازية التي حققها، لكن لا يضيف له الكثير، لأنه ليو ميسي سيبقى هو ليو ميسي، وحتى لو أن منافسه كريستيانو أخذ كأس العالم فصدقوني أيضا لا يقارن بميسي.